دخلت كلية ما بتحبهاش؟ تعالى هنا، الفيديو ده عشانك. هديك نصيحة تقولك ازاي تعدي التروما بتاعت ان انت دخلت كلية ما بتحبهاش. من صغرك وانت بتحلم تدخل الكلية اللي انت نفسك فيها، وتعبت جدا في الثانوية العامة عشان تدخل الكلية دي، بس النتيجة والتنسيق كان ليهم رأي تاني، وفجأة لقيت نفسك في مكان غريب وناس ما تعرفهاش، ولا عارف تتأقلم مع الواقع ولا تستحمل نظرة أهلك اللي بتقتلك، وانت شايف نفسك بعد ما كنت ناجح ومستقبلك قدامك لواحد تاني انت ما تعرفوش. كل سنة بتنتهي أحلام آلاف الطلاب بتحطمها لهم نتيجة التنسيق وأفكار المجتمع المريضة اللي بتقارن بين كليات ما بتفرقش عن بعضها كتير، وبتميز الكليات قمة وقاع. وضحية المقارنة دي بيبقى طالب غلبان نفسه ينجح وفاكر ان النجاح مقتصر على كليات القمة، بس الحقيقة ان انا مش هقولك ان كل الكليات زي بعض، ولا ان انت اللي غلطان، ولا ان انت لازم تبص لنص الكوبايه المليان. لان لو افترضنا ان انت صدقتني هتلاقي عمك بيبص لك نظره تقلل من كليتك، وخالك اللي بيقول لك انك فاشل عشان ما دخلتش كليه قمه، وهم اصلا مش ناجحين، بس هو كده لازم يقيموه. فانت كطالب هتصدق كلامهم وهتتحطم. بس انا جاي اقول لك الحقيقه وانصحك من واقع تجربتي وتجربه ناس كتير جدا ازاي تتاقلم مع حياتها. فجهز كوبايه الشاي بتاعتك كده وخليك معايا. عايزاك تسال نفسك، هي الكلية اللي عايزة ادخلها دي عشان ميولي انا، ولا عشان اهلي والمجتمع هم اللي عايزين؟ ولو انت محتاج تشوف ميولك الحقيقية وتحمد ربنا ان انت ما دخلتش كلية ما كنتش هتنجح فيها، ما في الاف الدكاترة ما نجحوش وعياداتهم ما بيدخلهاش ناس، ومهندسين مالين القهاوي. اخرج من زون اكتئابك وبص حواليك، مين دخل كلية عاوزها اصلا؟ معظمنا دخل بسبب التنسيق او الاهل. وعلى فكرة ناس كتير ناجحين زي بيل جيتس مثلا ما دخلش كلية. يعني الكلية مش مقياس للنجاح. انت جربت كليتك وعرفت مميزاتها وعيوبها؟ طب سألت حد متخصص، مش خالك اللي كان فيها من 20 سنة، ولا عمتك اللي بتقولك ان هي ملهاش مستقبل اصلا وهي اصلا مش عارفة هما بيتخرجوا منها يشتغلوا ايه؟ اسأل حد متخصص زي مثلا طالب متفوق وناجح في الكلية، هيكلمك عن مميزاتها وهيديك نصايح كتير وهيخليك تحبها زي ما هو حبها. يعني ما تروحش تسأل واحد ما بيحضرش وبيعدي من الامتحانات بالعافية لانه اكيد هيكرهك فيه. اسأل خريج ناجح في شغله، اسأله ازاي عرف يلاقي شغل وينجح، ومين الدكاترة الكويسين ومين الدكاترة اللي مش كويسين، وايه الكورسات اللي هتفيدك، ولو في دبلومات هتطور من مسارك المهني. يعني هو هيديك خلاصة سنينه كلها. ونصيحة، ما تروحش تسأل خريج قاعد على القهوة ومش لاقي شغل. النقطة دي كفيلة ان هي تغير تفكيرك عن الكلية 180 درجة. وفي حاجة تانية، لازم تحط لنفسك هدف، مش نجاحك في الكلية ولكن تفوقك فيها وانك تتخرج وتلاقي شغل. وافتكر كمان ان السمكة هتعوم لو نقلوها من بحر لحوض سمك. عشان كده انت هتنجح في اي مكان، بس بشرط واحد بس، انك تحط هدف قدامك. هو هتلاقي طبعا مواد تقيلة وعقبات كتير في طريقك، بس ركز في الحلم واستعين بالله. وكمان لازم تطور من نفسك، انزل تدريب هيزودك خبرة وهيحببك في كليتك اكتر، وخد كورسات كتير جدا سواء اساسية او مش في مجالك. والعامل الاهم انك تعمل صحاب هيهونوا عليك مرارة الايام وهيسندوك وهيخلوك تكمل لو وقعت. وطبعا مش هقولك اوعى تختار صحاب السوء، بس اصحاب جدعان في وقت الجد وفي وقت الفرح. وخلي عندك يقين بالله واعرف ان رب الخير لا يأتي الا بالخير، وانت هتلاقي الرضا في حياتك والنجاح هيلاحقك في كل مكان. وتعلم مهارة تفيدك في الحصول على فلوس زي البرمجة والديزاين وكتابة المحتوى. وبالنسبة للضغط اللي هتتعرض له من اهلك فحاول تتواصل معاهم وتفهمهم ان انت خلاص تقبلت الفكرة وبدأت تتأقلم معاهم، وشاركهم هدفك الجديد وحلمك، وهم لما يلاقوك حابب الموضوع هيشجعوك. وفهمهم انت قد ايه بتعاني بسبب ضغطهم، واعرف ان تطورك ونجاحك هيخلوا تأثيرك للضغط ده اقل. وانا عارفة دلوقتي ان انت غصب عنك حاسس بكده وان كان نفسك حلمك يتحقق، بس احنا عايشين عشان نحلم، ولو حلم ضاع احلم غيره. يمكن الخطوة دي تخليك تكتشف ميزة جديدة جواك وتنجح نجاح ما كنتش تحلم بيه. انت مش عارف رزقك فين، فما تضيعش احلى سنين عمرك عشان وهم. وافتكر ان للنجاح 1000 طريق، فكمل في طريقك.